السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. وحشتوني 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 من الفيديوهات اللي فاتت. انا ليه بدري ما نزلتش؟ معلش ظروف كانت معايا. هنعمل النهارده الفطير المشلتت مع بعض. معانا معلقة ونص سكر وربع معلقة ملح، وهنقلب كويس. نحط المية على حسب الدقيق اللي قدامنا بالشكل ده كده يا بنات. انا حاطه المية مظبوطة اهو. هننزل بكيلو دقيق، كيلو دقيق يا بنات اهو بالشكل الحلو ده كده. وهنعجن كويس. تخدمي العجينة كويسة هتاخدي احلى فطير منها بالشكل ده. وهنخدم العجينة كويس نعجنها اهو. يا ريت تجربوا طريقتي يا بنات، مش هتندموا والله. الفطير كان روعة 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 اهو بالشكل الحلو ده كده. وهنعجن كويس. اهم حاجة في الدور ده كله تخدمي العجينة كويس علشان تبقى معاكي طرية وملسة وجميلة، ناعمة وجميلة قوي بالشكل ده كده يا بنات. عجينة شايفين كده، عجينة ناعمة وجميلة ازاي اهو. وهننزل بمعلقة زيت صغيرة قوي يا دوبك كده، نمشيها مع العجين. معلقة صغيرة بس يا دوبك هنلم بيها العجين. ومعانا دي سمنة بلدي، سمنة بلدي وزيت، سمنة بلدي وسمنة سمنة اللي هي التانية النباتي. ونعمل اللي موجود عندك اعملي بيه، زيت وسمنة نبات اللي موجود عندك اعملي بيه. انا الموجود عندي عملت بيه، عندي سمنة بلدي وزيت عملت بيه اهو. نقطع العجينة كور صغيرة، الكورة قد البيضة بالظبط بالشكل الحلو ده يا بنات كده. نقطع كل الكمية، ندهن الصينية الاول معلقة زيت كده، ونمشي على الصينية عشان العجين بتاعنا ما يلزقش والدنيا تبوظ معانا اهو. نقطع كل الكور نفس بعضها بالظبط، كلها قطعية واحدة اهو بالشكل الحلو ده. وهننزل بالصينية اللي احنا نحط فيها الفطير، اللي هنسوي فيها الفطير. هندهنها دهن زيت بسيطة او دهن السمنة اللي موجود عندك. وهنفرد الفطير بالشكل الحلو ده. اول كورة عملناها قطعناها هنفردها هي الاول علشان العجين معانا ما يبقاش يلم مننا كده، ولما ترتاح هتفرد معاكي بسرعة اهو بالشكل الحلو ده. اتقطعت منك مش مشكلة، ما فيهاش اي مشكله ما تتقطع منك. اهم حاجه تكون رقيقه زي ما حضراتكم شايفين كده، باينه من الصينيه. شايفين العجينه بتاعتي جميله ازاي اهو، ناعمه وجميله وبتفرد معاكي في ثانيه. ومفيش احلى من الفطير اللي انا عملته النهارده. انا عملتها كده، قلت النهارده نتغدى فطير، وعملت فطيرتين حلوين. عملت واحده كبيره وواحده صغيره. الكميه اللي كانت معايا عملت 22 كورة. عملت واحدة الصينية الصغيرة عملتها ب9، والصينية الكبيرة عملتها ب13 واحدة بالشكل ده كده. وهنفرد كل الكمية. الصينية الصغيرة انا حطيت فيها 9 كور اهو بالشكل الحلو ده كده. هتفرد معاكي بسرعة ولا تحتاجي اي حاجة، وهتعملي فطير في نص ساعة. مش هتكملي نص ساعة وهتعملي احلى فطير، ولا تشتري من بره وتتعبي نفسك. العجين بتاعك انت عجناه في البيت المية نظيفة، السمنة انت عارفاها، سواء كنت حتى لو عملتيه بزيت برضو انت عاملاه بايدك وعارفاه اهو بالشكل ده يا بنات. يا ريت تجربوا طريقتي. الفطيرة وانت بتعمليها الكرة تفرديها تبان من الصينية اهو بالشكل الحلو ده كده. وانت بتفرديها تلاقي الصينية شفافة، الفطيرة تلاقيها شفافة، يعني باين الصينية باينة من الفطير اهو. عملنا الكور بتاعتنا كلها كده. هنلم الكور بالشكل الحلو ده يا بنات اهو بالشكل الحلو ده كده. نلمها كويس خالص اهو. وما تخليش البوزة اللي انت لماها دي بتخليها من فوق، لا خليها من تحت عشان الفطيرة بتاعتك تطلع مسوية وجميلة. وهنفرد الفطيرة بكل سهولة بعد ما ارتاحت بالشكل الحلو ده كده. هنفردها دي الصغيرة، واللي عاملاها في الصاج الكبيرة اهو. هنفردها بالشكل الحلو ده. ومعانا معلقة قشطة بلدي. عندك اعملي، مش عندك ما تشغليش بالك خالص. انا الحاجات دي علشان موجودة عندي بحطها، انت ما تشغليش بالك. والله انا عملتها بزيت هتعملي فطير، عملتها بسمنه هتعمليها فطير، سمنه بلدي هتعمليها فطير. وادي بالشكل الحلو ده. شايفين الفطيره منفوخه وجميله ازاي من الفرن، ومن تحت محمره ازاي، من فوق عامله ازاي وجميله. مفيش اجمل من كده. والفطير هاش وجميل.
شايفين؟ بس مش قادرة اقطعه يا بنات علشان هو سخن قوي. شايفين الفطيرة مورقة ازاي اهو؟ جميلة، مفيش اجمل من كده اهو. شايفين؟ هي سخنة مولعة، مش قادرة امسكها. والسمنة البلدي جميلة والقشطة وكل سخنة مول. بابا